اليوم أنا موجود في معرض سيتيسكيب الرياض 2023، وتحديدا لتغطية وجهة مسار. هذه الوجهة هي وجهة طموحة تنموية لرؤية المملكة العربية السعودية، وخاصة لرؤية 2030 اللي تساهم لاستقطاب 30 مليون زائر. من وين يبدأ وجهة مسار؟ طبعا على امتداد 3650 متر. هذه تعتبر مدينة في مدينة. فهذا الطريق اللي داخل على وجهة مسار أو مكة المكرمة من اتجاه جدة، وهني بيكون الاتجاه اللي طالع من وجهة مسار. ليش قلت انها مدينة داخل مدينة؟ لان هي عبارة عن مخطط متكامل بمشاريع خلينا نقول تطويرية تساهم في خدمة الزوار وأهل مكة في نفس الوقت. أهم ما يميز هذا المشروع هو أن حركة المركبات ما تتقاطع أبدا مع حركة المشاة، فهذا يعطي سيابية في حركة المركبات، وأيضا التحرك والتنقل الآمن للناس أو المشاة ما بين المناطق المختلفة وصولا للحرم المكي الشريف. فتقريبا امتداد المساحة المخصصة للمشاة من بين 40 إلى 60 متر، وهو اللي يفصل الشارعين الرئيسيين في الاتجاهين المعاكسين. هذا المجسم اللي تشوفونه هو محطة قطار الحرمين، ومتخيلين كم يبعد؟ 100 متر فقط عن وجهة مسار. وهذا هو أكبر مول في مكة المكرمة. الفنادق بتكون موجودة من فئة 5 نجوم، 4 نجوم و3 نجوم، عشان تستوعب فئات مختلفة من الزوار والمجتمع. وأكيد هذه الفنادق بتختلف موقعها حسب تصنيفها، وأيضا حسب مسافتها من الحرم المكي الشريف. فنادق ال5 نجوم بتكون قريب طبيعي من الحرم، أما فنادق ال4 وال3 نجوم بتتباعد إلى آخر المشروع. صح أن المناطق أو خلينا نقول فنادق 3 نجوم بتكون آخر المشروع، ولكن في المقابل عطوك خيارات للتنقل بحيث يسهل تنقلك من آخر المشروع وصولا للحرم المكي. وحتى هذا مسجد جديد من ضمن المخطط، واللي هو بيكون اسمه مسجد الملك عبدالله. نحن كمهندسين نعرف أن المساحات الخضراء ترفع من جودة الحياة، فلذلك أنتم تشوفون على امتداد المشروع مساحات مفتوحة ومنها خضراء عشان يستخدمونها سواء كان العائلات والأطفال والسكان والزوار، وترفع وتعزز من جودة حياتهم. وأيضا بيستخدمون الرذاذ المائي للتبريد أكيد على المشاة في استخدام هذه الممرات. والشباب هني المهندسين قالوا لي أن ركزوا على موضوع إدارة الحشود. شو يعني؟ تعرفون في حالة طوارئ لازم تكون في طرق وممرات ومخارج ومداخل، فلهذا السبب دائما كان هذا الشيء حاطينه خلينا نقول في عين الاعتبار ومن أهم الأولويات لهذا المشروع. شفنا هني الجانب الغربي من الحرم المكي الشريف، وجهة مسار بالضبط على امتداد الاتجاه الغربي. وهم بدوا في توقيع اتفاقيات، وفي من المطورين ابتدى في المشاريع الإنشائية لعدة مباني. إلى الآن وصلت حجم الاستثمارات أكثر من 40 مليار ريال. وفي معرض سيتيسكيب، خلال معرض سيتيسكيب بيوقعون على اتفاقيات حجمها أكثر من 4 مليار ريال. الفنادق بتكون موجودة من فئة 5 نجوم، 4 نجوم و3 نجوم، عشان تستوعب فئات مختلفة من الزوار والمجتمع. وأكيد هذه الفنادق بتختلف موقعها حسب تصنيفها، وأيضا حسب مسافتها من الحرم المكي الشريف. فنادق ال5 نجوم بتكون قريب طبيعي من الحرم، أما فنادق ال4 وال3 نجوم بتتباعد إلى آخر المشروع. صح أن المناطق أو خلينا نقول فنادق 3 نجوم بتكون آخر المشروع، ولكن في المقابل عطوك خيارات للتنقل بحيث يسهل تنقلك من آخر المشروع وصولا للحرم المكي. وحتى هذا مسجد جديد من ضمن المخطط،
واللي هو بيكون اسمه مسجد الملك عبد الله. نحن كمهندسين نعرف أن المساحات الخضراء ترفع من جودة الحياة، فلذلك أنتم تشوفون على امتداد المشروع مساحات مفتوحة ومنها خضراء عشان يستخدمونها سواء كان العائلات والأطفال والسكان والزوار، وترفع وتعزز من جودة حياتهم. وأيضا بيستخدمون الرذاذ المائي للتبريد أكيد على المشاة في استخدام هذه الممرات. والشباب هني المهندسين قالوا لي أن ركزوا على موضوع إدارة الحشود. شو يعني؟ تعرفون في حالات الطوارئ لازم تكون في طرق وممرات ومخارج ومداخل، فلهذا السبب دائما كان هذا الشيء حاطينه خلينا نقول في عين الاعتبار ومن أهم الأولويات لهذا المشروع. شفنا هني الجانب الغربي من الحرم المكي الشريف، وجهة مسار بالضبط على امتداد الاتجاه الغربي، وهم بدوا في توقيع اتفاقيات، وفي من المطورين ابتدى في المشاريع الإنشائية لعدة مباني. إلى الآن وصلت حجم الاستثمارات أكثر من 40 مليار ريال، وفي معرض سيتيسكيب خلال معرض سيتيسكيب بيوقعون على اتفاقيات حجمها أكثر من 4 مليار ريال. بالارتباط مع حافلات مكة اللي موجودة في مدينة مكة، حيث تم توفير عدة نقاط ربط داخل مشروعنا. مهندس، متى راح يتم افتتاح المشروع؟ بإذن الله في الربع الأول من 2024 حيتم افتتاح البنية التحتية متكاملة من خلال طرق، ممرات المشاة، أنفاق المشاة، مواقف المركبات المتوفرة للزوار، جميع خدمات البنية التحتية بإذن الله في الربع الأول من 20. من الخصائص الفنية لمشروع وجهة مسار بيخبرنا الحين المهندس وليد نقطتين أنا أشوفها من أهم المميزات في البنية التحتية. فيما يختص بالبنية التحتية نحن أضفنا خدمات التكييف المركزي لجميع قطع الأراضي، بالإضافة إلى خدمة تجميع النفايات مربوطة لجميع قطع الأراضي. جميع خدمات البنية التحتية مربوطة بجميع القطاع. خدمات تجميع النفايات بالإضافة إلى أنها هي مربوطة بقطع الأراضي، كذلك بالمناطق العامة، كذلك اللي هي منطقة الممر أو الممشى الرئيسي، كذلك في خدمة تجميع نفايات موجودة. جميل. الجناح موجود في F20 في معرض سيتيسكيب الرياض. تعالوا خلونا نستكشف مسار المستقبل لمكة. والحين عندنا أحد المهندسين اللي شغالين في مشروع وجهة مسار. مهندس وليد بغانم، رئيس التخطيط والدراسات في شركة أم القرى مشروع مسار. الآن مشروع مسار قام على عدة أهداف. من أهم هذه الأهداف موضوع زيادة استيعابية الحرم، بحيث أنه لو كان في ازدحام في منطقة الحرم وقت الصلاة، فالمشروع بحكم اتصاله من خلال ممر مشاة يصل بساحات الحرم، فيسمح بزيادة الاستيعابية المصلين لكامل الحرم. هذه أحد الأهداف. بالإضافة إلى ذلك وصول الزوار الحرم أو أهل مكة إلى الحرم بسلاسة ويسر، يصل الحرم بسلاسة ويسر، كذلك يخرج من الحرم بسلاسة ويسر. الفكرة أخذت أنه يتم عمل عدة وسائط نقل بالمشروع، يعني تم توفير حركة حافلات، تم توفير محطات للمترو مستقبلا تربط مع شبكة مترو مكة، تم الارتباط مع قطار الحرمين، تم توفير كذلك ممر مشاة اللي هو العصب الرئيسي أو المكون الرئيسي للمشروع من أول المشروع إلى آخر المشروع بدون أن يتقاطع مع أي حركة مركبات. تم توفير لزوار المشروع 5700 موقف، بحيث أنك أنت وأنت جاي لمكة عندك عدة خيارات، سواء أنت بتجي بقطار الحرمين أو بالسيارة الخاصة أو بالمترو مستقبلا، أو تبى تروح للحرم مشي، أو تبى تروح من خلال الحافلات اللي هي خاصة بالمشروع فقط، أو الحافلات اللي مرتبطة من مدينة مكة اللي حيتم بالارتباط مع حافلات مكة اللي موجودة في مدينة مكة، حيث تم توفير عدة نقاط ربط داخل مشروعنا. مهندس، متى راح يتم افتتاح المشروع؟
بإذن الله في الربع الأول من 2024 حيتم افتتاح البنية التحتية متكاملة من خلال طرق، ممرات المشاة، أنفاق المشاة، مواقف المركبات المتوفرة للزوار، جميع خدمات البنية التحتية بإذن الله في الربع الأول من 20. من الخصائص الفنية لمشروع وجهة مسار بيخبرنا الحين المهندس وليد نقطتين أنا أشوفها من أهم المميزات في البنية التحتية. فيما يختص بالبنية التحتية نحن أضفنا خدمات التكييف المركزي لجميع قطع الأراضي، بالإضافة إلى خدمة تجميع النفايات مربوطة لجميع قطع الأراضي. جميع خدمات البنية التحتية مربوطة بجميع القطاع. خدمات تجميع النفايات بالإضافة إلى أنها هي مربوطة بقطع الأراضي كذلك بالمناطق العامة، كذلك اللي هي منطقة الممر أو الممشى الرئيسي، كذلك في خدمة تجميع نفايات موجودة. جميل. الجناح موجود في F20 في معرض سيتيسكيب الرياض. تعالوا خلونا نستكشف مسار المستقبل لمكة.